دي فاطمه جوزها خلص عليها والسبب كان يميش رمضان. ايوه زي ما سمعت، يميش رمضان. لو مش متابعني تابعني ودوس لايك وتعالى اما اقول لك ايه اللي حصل. فاطمه عندها 20 سنه وجوزها عنده 25 سنه، والاثنين ساكنين في مساكن دهشور. عروسه جديده ومتجوزه من 5 شهور بس. محمد لما اتقدم لفاطمه، ام فاطمه ما كانتش موافقه نهائي، وكانت بتقول انها مش مرتاحه له، ولكن فاطمه كانت موافقه. المهم في النهايه اتجوز فاطمه، وده كان من حظها السيء. بعد الجواز فاطمه كانت منتظره الحب بقى والحنيه، وجدت غير كده خالص، منتهى الذل ومنتهى الاهانه، واتفاجئت بشاب ما عندوش وعي، من الاخر مش قد مسؤوليه بيت. ده غير انه قعدها من شغلها، وكمان كسر تليفونها علشان ما تحكيش لاهلها اللي بيعملوا معاها. من يومين تقريبا حصل ما بينهم مشكله، والمشكله للاسف كانت لسبب تافه جدا. المشكله انه كان بيلومها ان اهلها ما بعتوش لها يميش رمضان او حاجات رمضان زي ما الناس بتعمل. للاسف المشكله كبرت، وراح للمطبخ وجاب آلة حاده وضربها بيها، ولما ضربها سبب ليها جرح كبير في راسها، ووقعت على الارض بدون نفس. اتصل باهله وقال لهم على كل حاجه. اهله خدوها المستشفى، وهناك اتصلوا على اهلها وكذبوا عليهم وقالوا انها كانت في المطبخ لوحدها ووقعت من غير ما حد يجي جنبها. ولكن الشرطه لما حققت الموضوع عرفت الحقيقه. الخلاصه من الموضوع ان شاء الله باذن الله حقها راجع، ولكن بالله عليكم ما ترميش بناتكم لاي حد. بس يا باشا الفيديو خلص. اتمنى من حضرتك تتابعني وتدوس لايك. اشوفكم على خير.